معركة ذي قار، يوم من أيام العرب الخالدة الذي انتصف فيه وانتصر العرب على العجم، وأبطالها بني شيبان من بكر بن وائل الذين هم أسلاف قبيلة عنزة الشهيرة. كانت دولة فارس ذلك الزمان من أقوى وأعتى الدول، وكانوا دائما يضطهدون العرب ولا يرون لهم قيمة، حتى جاء يوم ذي قار وسبب تلك المعركة معروف، واجتمعت مضر وربيعة تحت قيادة بني شيبان، وكانت جيوش فارس في تلك المعركة أعتاد وأعداد مهولة تدك الأرض دكا. لكن كما قيل عند العرب عيال وايل هوائل، جاءت كتائب كسرى وهي مغضبة فاستأصلوها وأردوا كل جبار، حتى أنه قال شاعرهم: لما حضرنا كشفنا عن جماجمنا ليعرفوا أننا بني بكر فينصرفوا. فبدأت المعركة وحمي الوطيس، وخيول بني بكر تطحن في الفرس طحنا، حتى أبادوهم وانتصروا عليهم، وفرح كل العرب